يلا بينا بقى عشان انا ميت من الجوع، عايز الحق اتغدى قبل ما اوديك المستشفى. وديك انت كمان جعان. على فكره هما كانوا بيحمونا جوه عادي يعني. برحب بحضراتكم في أسبوع عرض أفلام المهرجان المصري الأمريكي. طبعا أنا حابب في الأول إن أنا أقدم التحية للأستاذ صفوت على تدشين المهرجان، وحقيقي هو مهرجان مميز إن احنا نعمل مهرجان من خلاله بننقل ثقافة الفيلم المصري وما يحويه من ثقافتنا في الولايات المتحدة الأمريكية. بنيجي نعمل مهرجان، احنا مش بنفكر نعمل مهرجان بشكل عشوائي. في اهداف واستراتيجيات احنا عايزينها. يعني لو في فيلم مش هيشوفوا ناس، فين التفاعل؟ فين التأثير؟ كنت عايز ألم الجاليات المصرية، الجاليات العربية من كل الولايات. عايز أجيب الجيل الثاني والثالث اللي نشأوا هناك على أساس يتعلموا من التجارب المختلفة ويتمسكوا ببلدنا بحبهم، لأن الأفلام كلها مترجمة. فبالتالي بصنع التأثير الإيجابي. رقم 2، زي ما احنا هناك بنطلع لهوليود إن هي قمة العالم في السينما، الأفلام المصرية بتمتاز بإحساس أكثر من الإبهار. إحساس، أنا بعتمد على الإحساس. فيلم، احنا كنا قاعد جنب مدام إلهام شاهين وهاني لاشين بنتفرج على فيلم بالشون، بنتفرج على فيلم راكي. الانطباعات النفسية لكبار أساتذة الإخراج في لمسة. ده أقول لا إسلام، أنت هتعمل فيلم تاني أفضل من الأولاني. ليه؟ أول ما بنلاقي ناس مبدعة وبيتشجعوا وفي دعم ليهم نفسي ومعنوي، بتتجدد الأفكار النفسية عشان نخلق تجربة سينمائية جديدة. فده أنا بشكر كل ده، وفي نفس كل صناع الأفلام والشباب. المهرجان ملوش غير أهداف إن هو يدعم الشباب ويدعم صناع الأفلام ويدعم السينما، ويخلي اسم السينما المصرية مش في عالم النسيان. احنا الريادة في المنطقة مش بالفلوس، احنا الريادة بالمواهب وبالقدرات وبالمهارات وبالافكار. بالظبط لما بتكتب رسالة فيها كلام محدد جدا بتبعتها لشخص اللي هي مكتوبة، هو بيقرأ الرسالة بتاعتك، بيقرأها بطريقته هو، بنفسيته هو، بأفكاره هو، بالمود بتاعه في هذه اللحظة. مش مهم خالص انت كاتب ايه. الفيلم في كثير من الرمزيات في الفيلم بغض النظر عن المسج المكتوبة في الآخر عن الهجرة. الأكفان دي رمز ممكن تبقى لإجهاض الأحلام. إجهاض الأحلام، الحلم الإنساني، الحلم اللي أنا ببقى عايز أبقى أكون أفضل مثلا. البحر رمز للاتساع والانتقال من مرحلة إلى مرحلة، أو من زمن إلى زمن، أو من مجتمع إلى مجتمع، أو من واقع إلى واقع آخر يعني. فبيغلب الفيلم الخلفية الفنية التشكيلية. أنت بتشكل صورة، فتشكيل الصورة بناء على معنى، والمعنى التخيلي اللي بيجسد في هذا هو اللي بيؤدي إلى الحالة اللي احنا شفناها في الفيلم ده. وعشان كده كان من ضمن اللجنة في التقييمات إن هي بتنظر في إنه سينما موبايل، بتعتمد على الصورة، بتعتمد على مضمون، بغض النظر مضمونك النفسي وانت بتقدمه او الذهني كان واصل لفين. يبقى حتى لو انت حصرت الفكره الشموليه في عنوان في نهايه الفيلم. فانا بشكرك جدا. وده طبعا الهدف من اي مهرجان سينمائي، خدمه السينما. دائما اشعر بالصدق جواك، بالصدق والايمان بالشيء اللي انت بتعمله. الفيلم بيشع طاقه ايجابيه حقيقي، وده هدف اي فيلم، يعني هو يكون بيوصل رساله. الفيلم بتاعكم على مستوى الصناعه فيلم يعني يقول ان انتوا ناس محترفه. اجواء المهرجان هناك
اجواء المهرجان لا يعني كان في تفاعل مع الافلام. جدا، يعني الناس كانت مبسوطه بالافلام اللي بتتعرض والفيلم بتاعنا كمان، ودي حاجه كانت بالنسبه لي. احساسك ايه وانت فيلمك بيتعرض في امريكا؟ كنت فخوره قوي بينا، اللي هو احنا تعبنا كله ما راحش على الفاضي يعني، فالحمد لله. عرفنا ان احنا الفيلم بتاعنا هيتعرض هناك، كانت حاجه بجد احنا فخورين بيها، لان كان الاجواء بتاعته حلوه قوي، والمهرجان نفسه كان فعلا كبير ومميز، مش زي المهرجانات اللي احنا حضرناها قبل كده ولا المهرجانات اللي احنا حضرناها في اسكندريه. كان فعلا حاجه مبهجه، وكان كله بيشجعنا، وكان كله فعلا بيسبورت اس في الموضوع، فكان الموضوع بجد مميز. انا داليا جميش، سكريبت رايتر الفيلم. وانطباعي عن المهرجان ان هو هايل بصراحه، لان احنا قبلها كنا مقدمين في مهرجان بلاك بيرز وده امريكي، وما كانش فيه التفاعل اللي حصل جوه القاعه في المهرجان المصري الامريكي. يعني احنا بجد لما رحنا ميلفورد في بنسلفانيا ما كانش فيه التفاعل ده، يعني كان معانا شباب وكان معانا صناع افلام وكل حاجه، بس ما كانش فيه التفاعل اللي احنا شفناه جوه القاعه، ومن استاذ هاني لاشين والهام شهيق مع حفظ الالقاب طبعا. في مصر يعني حسينا ان احنا في مصر من انبساط العرب والمصريين اللي كانوا هناك بينا، فبصراحه تجربه مختلفه جدا يعني. نشكر استاذ صفوت على ده. يعني بجد شكرا جدا.